يوم بالليل وانا بقلب على تيك توك بيطلع قدامي وصفات لاكلات بتخليني هموت من الجوع، ببقى عايزه اقوم اعمل الوصفات دي دلوقتي حالا حتى لو الساعه 3 الفجر. بس بعدين بقول لا، اكيد هما بيضحكوا علينا، اكيد الوصفات دي مش حقيقيه. عشان كده النهارده قررت ان انا اضحي بنفسي واكتشف ايه هي الوصفات الحقيقيه اللي تستاهل ان احنا نجربها، وايه هي الوصفات الكدابه اللي بيعملوها بس عشان يخلونا نجوع الساعه 3 الفجر بالليل. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شخباركم؟ استعدوا واربطوا الأحزمة عشان تجارب إسراء غير أي تجارب. في فيديو النهاردة هنجرب نعمل أشهر 5 وصفات انتشرت بشكل مش طبيعي على تيك توك، وفي آخر كل وصفة هقيمها وهقول لكم هل هي تستحق التجربة ولا تقوم تعمل لك سندوتش جبنة أحسن. بما اني بحب الشوكولاته، بعشق الشوكولاته، نفسي اغرق في مسبح كله شوكولاته، فاكيد اول وصفه هتكون شوكولاته. جماعه دي اكتر شوكولاته انا شفتها اتشهرت في العالم، اكتر نوع شوكولاته شفت الناس بتجربه، بس للاسف نوع الشوكولاته ده مش موجود في مصر. فهل احنا هنيأس؟ لا، الحمد لله نزلوا لنا الوصفه بتاعت الشوكولاته دي على تيك توك. اول حاجه قطعت الكنافه وبعدين قعدت تحمرها في السمنه لغايه لما الكنافه بقت مقرمشه، بعدين سيحت شوكولاته بيضه وحطيتها للتزيين في البار بتاع الشوكولاته، بعد كده سيحت شوكولاته سودا وعملت طبقه من الشوكولاته السودا فوق الشوكولاته البيضه، بعدين دخلتهم التلاجة، جابت الكنافه غرقتها بكريمه الفستق وحطيتها فوق طبقه الشوكولاته السودا اللي احنا حطيناها في التلاجة من شويه، بعد كده جابت شوكولاته سودا تاني وغرقت الكنافه كلها وحطيتها في التلاجة وخرجت اكتر بار شوكولاته نفسي اجربه في حياتي. عشان كده قررت ان انا اعمله بنفسي. مكوناتها سهلة جدا، كنافة، شوكولاتة عادية، شوكولاتة بيضة، وكريمة الفستق، وأكيد البار اللي هنعمل فيه الشوكولاتة. يا جماعة تطلع شكلها حلو قوي، أنا متحمسة لها قوي وبجد. الوصفة دي أنا حاسة إنها تنجح. حطيت مية سخنة على النار وأول حاجة دوبت الشوكولاتة البيضة عشان هي دي اللي زينت بيها قالب الشوكولاتة بتاعنا. بعدين دوبت الشوكولاتة العادية وعملت بيها أول طبقة شوكولاتة في القالب وحطيتها في التلاجة علشان تجمد. وهي بتجمد حمرت الكنافة لحد ما بقت لونها ذهبي ومقرمشة، بعدين حطيت عليها كريمة الفستق وقلبتهم مع بعض. حطيت طبقة كنافة وفوقها طبقة شوكولاتة تانية وترى. هنعرف بقى ازاي ان احنا نجحنا في التجربة لما ناكل الشوكولاتة ونلاقيها كده بتقرمش زي ما كانت بتقرمش معاهم في الفيديوهات. ايوه كده بالظبط. بعد 60 سنة عمايل في الشوكولاتة دي أخيراً خلصت. جماعة بتاخد وقت كتير قوي قوي قوي، فبجد عايزة أدوق عشان أعرف هي تستاهل كم الوقت اللي اتصرف في عمايلها ولا لأ. بسم الله. أنا مش عارفة بس بار الشوكولاتة ده مش طالع زي كل الناس، حاسة إن أنا كبرته شوية، ضخمته شوية. بصوا يا جماعه، هو واضح ان الموضوع باظ مني تماما، ده مش الشكل اللي طلع معاهم خالص. معرفش ليه، معرفش انا غلطت في ايه، فعلا معرفش انا غلطت في ايه. لا انا عرفت دلوقتي انا غلطت في ايه. بس بصوا ماشي، انا غلطت والمنظر ما طلعش شبهه، بس بذمتكم ايه رايكم في التزيين؟ فهمت المشكله؟ كل الناس بتعمل طبقه شوكولاته، طبقه صغيره كنافه، طبقه شوكولاته. انا بقى تفه شوكولاته، كوبري كنافه، تفه شوكولاته. انا مش عارفه ليه طلعت معايا كده. انا استاهل يعني، اكيد مستحيل تكون كم الكنافه كده وكم الشوكولاته كده. يعني انا مش عارفه مين المتخلف اللي عملها. بصوا عايزه افتحها معاكم ونشوف شكلها من جوه، عشان بجد لما بيفتحوها بتبقى شكلها خطير. ايه القرف؟ استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده؟ طب اشمعنى دي جمدت والشوكولاته لا؟ عارفين بقى لها قد ايه في الفريزر؟ بجد بقى لها بتاع 6 ساعات. يعني انا ما غلطتش، مش عارفه انا غلطت في ايه، بس من ناحيه هي بتقرمش. لا وحشه يا جماعه، وحشه. انا عارفه ان كل الناس قالت عليها حلوه، انا عاملاها وحش. انا مش بقول ان هي وحشه، انا عاملاها وحش. بصوا، ولا بتقرمش ولا بتجمد ولا شوكولاته اساسا، وانا غلطانه ان انا عملتها. ومن وجهه نظري اعملوا لكم سندوتش جبنه احسن، عشان هما بيعملوها في التيك توك ماشي، بيعرفوا يعملوها. انا وانتوا لما نيجي ندخل المطبخ ونعملها بجد، هي دي نتيجه، هي دي سياده النتيجه، مش هتطلع حلوه. فعشان كده انتظروني اول لما اوصل دبي هشتريها وادوقها واجرب النوع الاصلي بقى العدل، انما اختراعاتي دي زباله. تاني وصفة هنجربها اسمها كروكي. الكلمة دي مش بتفكركم بحاجة؟ بالظبط، كرواسون مع كوكيز، خلطوهم مع بعض وطلعوا لنا
التحفه الجديده اللي اسمها كروكي. جابت الكرواسون وفتحته وبعدين بدات تحشيه بعجينه الكوكيز، ومش بس كده، حطت عجينه الكوكيز فوقيه كمان ودخلته الفرن وخرجته. يا جماعه قلبي عمال يدوب من المنظر ده. الكروكي طريه مقرمشه بتدوب محشيه شوكولاته تحفه. انا مش قادره استنى، مش قادره استنى. جبت المكونات. لو اتعملت بجد وطلع شكلها زي ما في الفيديو هبقى اكتشفت اكتشاف رهيب. اول حاجه هفتح الكرواسون زي ما هي فتحته بالظبط، وبعدين هاخد بوله من عجينه الكوكيز. على فكره عجينه الكوكيز دي انا اللي عاملاها ومش شارياها والله، وهحطها جوه الكرواسون. هاخد بوله كمان وهفعصهم كده جوه الكرواسون، وبعدين هنحط بوله كمان فوق الكرواسون زي ما هي عملت بالظبط. حاسه انه مش كفايه، هضيف كمان شوكليت شيبس عشان لما تدوب تعمل كده شوكولاته سايحه، فاهميني؟ جماعه بصراحه عندهم حق شويه، وانتوا بتعملوا الوصفات دي بتتبسطوا قوي. لا قوي. وهضيف شويه شوكليت شيبس جوه. قلت لكم بحب الشوكولاته، بحب الشوكولاته. بندخل التحفه الفنيه دي الفرن تستريح لمده 20 دقيقه. انا مش عارفه انا غلطت في ايه، بس هي طلعت كده. هي ماشي مش شبه اللي هم عملوها قوي، بس ده بسبب ان انا طفصه، يعني بحب اكل كتير، فانا قررت ان انا احط عجينه كوكيز كتير فعملت كده. اول حاجه هشيل الجزء اللي هو الزياده ده واشيل الجزء ده، وكده اقدر اقدم لكم الكروكي. جماعه شكلها يهبل والله العظيم، شكلها من احلى الحلويات اللي انا شفتها في حياتي. انا مش متخيله انه كان ممكن اعمل حاجه شكلها حلو كده. دلوقتي لازم نعمل اختبار القرمشه زي ما هم عملوا بالظبط. سامعين؟ انا مش مصدقه الصوت. السخونيه حرفيا عدت الجوانتي ولسعتني قوي. لا 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 لا، انتوا مش مستعدين تشوفوا الكلام ده. بصوا بصوا بصوا، ايه الشوكولاته دي؟ تحفه تحفه. يلا ندوق. احكوا عن جمالها. يا جماعه الكروكي دي تستحق الضجه، تستحق مليون فيديو يتعمل عنها. فظيعه، ممكن دي تكون من اكتر الحلويات اللي انا ممكن احبها في حياتي. تحفه، عندهم حق، وتقييمي الاخير تستحق التجربه جدا. اما تالت وصفه بقى هنجربها النهارده، فانا قررت انها تكون مشروب مش زي اي مشروب، عباره عن حاجتين مخلوطين مع بعض عمركم ما في حياتكم جه في دماغكم ان هم ممكن يتخلطوا مع بعض، وانا بصراحه مش متفائله بالميكس ده نهائي، حاسه ان انا هرجع بسببه. هو عباره عن كولا وايس كريم. يعني مش محتاجه اقول ان هي حاجه مقرفه. تعالوا نشوف عملوها ازاي. جاب كوبايه وحط فيها تلج، بعدين حط فيها كولا، وبعدين فتح علبه ايس كريم وخد منها سكوب وحطها فوق الكولا، وفضل كده يخلطهم مع بعض بشكل مخلي المشروب شكله مقرف. بس هنجرب. انا قرفانه وانا بعمل الميكس ده، وحياه ربنا قرفانه، عايزه ارجع. مش هنكر انه شكلها اديه 10 من 10. للاسف هضطر اعمل زي ما هو عمل واقلب واقلب الاثنين مع بعض. جماعه يا لهوي، ليه ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما عملتش منه كده خالص. ماشي معلش، ممكن ادوقك بسرعه قبل ما تبهدلي الدنيا. لا ما تستحقش التجربه خالص، يعني طعمها شبه الدواء. عارفين لما تشربوا الدواء طعمه مش حلو؟ هي دي. فبجد ما تجربوهاش اصلا، ما تستاهلش. اشربوا دي لوحدها، كلوا ده لوحده. تقييم التجربه دي قوم اعمل لك سندوتش جبنه احسن. رابع وصفه بقى، اول لما تشوفوها تحسوا ان انتوا عايزين تعملوا كده بجد. يعني انا وانا بتفرج كده حاسه انا عايزه اقطمها. عملت ايه بقى؟ اول حاجه عملت عجينه الكريب، وبعد كده ابتدت تسوي الكريب على النار، واول لما جهز بدات تعمل كريمه، وبعدين حطت الكريمه في الجهاز اللي هو بنحط بيه الكريمه. بعدين حطت 3 كريبات جنب بعض، حطت كريمه، حطت مانجا، لفتهم، وطلع الشيء الجميل المبهر اللي في الاخر ده، اللي انا هموت واكله. يلا بسرعه، عايزه اجرب دلوقتي. شفتوا تحضير مكونات اسرع من كده؟ كل حاجه جاهزه، الكريب، المانجا، وكمان الكريمه بمنتهى البساطه. جابت 3 كريبات وحطيتهم جنب بعض، وبعد كده نجيب الكريمه. يا جماعه عايزه اقول لكم ان دي اول مره استخدم الجهاز ده بتاع الكريمه، وكل مره وانا بتفرج على التلفزيون بشوف الناس بتستخدمه ببقى متحمسه قوي، اللي هو هل انا لو مسكته هعرف استخدمه؟ فانا هجرب دلوقتي لاول مره حرفيا. بصوا انا عايزه اطلع اللي هي الورده دي. انا كنتش متخيله ان انا اعرف اعملها بجد. واو
طلعت سهله قوي يا جماعه، انتوا بتوروها لنا ان هي صعبه، بجد يا جماعه طلعت سهله جدا. بطلي لعب وكملي. صح. طلعت مسليه جدا، انت مش متخيل تيجي تجربها. بصوا هي بالظبط عملت كده خط، وبعدين كده خط، وبعدين كده خط. الفرجه على برامج الطبخ طلعت مفيده والله. وبعد كده خط، وبعدين بقى مليتهم، وبعدين بقى فضلت تحركهم كده عشان تسويهم. واو يا جماعه الاحساس حلو قوي. وبعد كده رصت المانجا، لفيت السوق كله على مانجا، محدش عنده مانجا خالص، بس طبعا انا عندي طريقتي الخاصه الذكيه جدا، جبت مانجا مجمده. بعد كده اللي عملته ان هي لفت دول كده بالظبط، ولفت دول كده. انا مش حاسه ان هي عملت كده، استنوا لا غلط، ما عملتش كده، حاسه ان المانجا كتير والكريمه دي كتير برضه. عملت دول كده بس صغيرين، وعملت دول كده شويه صغيرين، صح؟ هاتوا يا جماعه الفيديو، انا مش فاكره بجد. انت مالك انت مش مشكلتك انت خالص. وبعد كده بقى لفت من هنا او من هنا مش فاكره، كده اهو، وابتدت بقى تعمل كده اهي. بذمتكم مش شبهها بالظبط جماعه؟ بعد ما حطيتها ربع ساعه في التلاجة خرجت، وانا متحمسه قوي اعرف هتطلع حلوه ولا لا، عشان هما متراهنين معايا ان هي تطلع وحشه جدا جدا، وان انا اكون فشلت ان انا اعملها. فهنفتح دلوقتي ونشوف هل شكلها من جوه زي شكلها من جوه في الفيديو، ولا انا عملت اي هبل وخلاص. حاسين ايه؟ اي هبل وخلاص. اي هبل يا جدعان. ماشي حلو والله حلو جماعه. طب بذمتكم بقى اكتبوا لي في الكومنت شكلها حلو ولا لا، عشان انا حاسه ان شكلها حلو قوي. انا ما اعتقدش ان انا كنت هعرف اعمل حاجه احسن من كده. حاسه شكلها حلو، وحاساها زي ما ظهرت في الفيديو عادي. بصوا بتبظ خطيره. دي مش حلوه؟ حرام عليكم والله العظيم. انا هاكلها زي ما طنط كلتها في الفيديو، جابتها كده وبعد كده بصوا عملت كده. بصوا تحفه. هي بس يعني ما بتتقطعش، بس تحفه. هي ليه طلعت معاها طريه اللي بتعمل كده بالمعلقه، راحت متاخده معاها. انا مش عارفه ليه كده، بس حاسه انها هتطلع حلوه. والله حلو. ماشي شكلها مش هيطلع معاكم زي بتاعه الفيديو بالظبط، بس والله يعني الميكس مع بعض طعم حلو، حتى لو الشكل ما طلعش بالظبط بس طعمها حلو. انا مش عارفه دي هتستحق التجربه ولا يروحوا يعملوا سندوتش جبنه احسن. لو طعمها حلو يبقى يستحق التجربه. طب تدوق وتقول لنا. ماشي، تستحق التجربه قوي. حلوه قوي. خلاص يا جماعه، يبقى جربوها بس ما تنخدعوش بالمظاهر. شكلها مش حلوه قوي بس طعمها تحفه، تستحق التجربه. ومش ممكن نعدي حلقه وصفات من غير ملك الصيف بالنسبه لي، البطيخ. انا بحب البطيخ قوي. انا بس عايزه اقول لكم معلومه، انا ماما توحمت فيا على بطيخ احمر، فحبي للبطيخ من ساعه من قبل ما اتولد، فمستحيل اعدي حلقه زي دي من غير ما نعمل وصفه بالبطيخ. عملت ايه بقى؟ جابت حته بطيخ قمر حمرا جدا، بعد كده قشرتها بالمقشره، بعد كده جابت جبنه فته وقطعتها كده بطريقه خليتها مشرشره، بعدين جابت حته بطيخ، حطت حته الجبنه وحطت فوقيها سيرب كده اللي هو سيرب البلح. انا ما عنديش، بس اقرب حاجه حاساه للطعم ده اللي هو لازم يدي طعم مسكر بس مزز، دبس الرمان. فعشان كده هنحط دبس الرمان نفس اللون بالظبط، وحطت شويه نعناع ولفتهم. جماعه بصوا شكله في الاخر عامل ازاي، شكله يجنن. يلا نجرب. جماعه انا حلفت ما افتحش البطيخه دي غير معاكم. ليه بقى؟ عشان يحيى اللي اشترى البطيخه دي، فهو رايح يشتريها، الراجل يعني حرفيا حلف له ان دي احلى بطيخه عنده في المحل. فانا قلت ليحيى ممكن الراجل يكون بيضحك عليك. يحيى قال لي لا طبعا عمره ما يضحك عليا، دي احلى بطيخه. قلت له لا بس حط احتمال ان ممكن تطلع مش حلوه. قال لي مستحيل تطلع مش حلوه. فقلت له انا هفتحها معاهم عشان نتاكد انت اتضحك عليك ولا لا. فشكلك هيطلع وحش قوي لو طلعت قرعه. هي مش قرعه لسبب واحد بس. ايه ده؟ ايه بقى؟ احلى بطيخ. هنشوف، هنفتح ونشوف. اوه في صوت، الصوت ده دليل ان هي حلوه. يا لهوي ايه ده؟ على الجمال. ايه ده؟ لا يا عمو حضرتك بصراحه انا اسفه ان انا شكيت في حضرتك 1%. البطيخه بتاعت حضرتك زي الفل، تجنن وحياه ربنا تجنن. يا جماعه لازم اقول لهم عنوان بتاع البطيخ. جماعه هنجرب دلوقتي ناخد سلايس كده بطيخ زي ما هي عملت. انا مش واثقه في الموضوع ده بس متحمسه قوي، لو طلعت هتبقى تحفه. جماعه طلعت تحفه، شكلها يجنن. سوري بس حاساها رفيعه. انت بتستهبلي. بس انت طلعتها اتخن. بتلاقي الشرايح من فوق خالص. ماشي هي رفيعه بس يعني تنفع. جبت قشره تانية فهجرب تاني. مش عارفه بصوا بتطلع ازاي.
رفيعه قوي مش هتلحق تتلف. صراحه مش حلوه التجربه دي، او ما نفعتش معايا، مش عارفه. يا جماعه والله العظيم انا رايي ان احنا فكنا من الكلام ده وناكل بطيخ عادي، وناكل معاه جبنه، ونعمل كده. بصوا يا جماعه للاسف هم اضطروا يخرجوني من بحر البطيخ اللي انا كنت بعوم فيه من شويه. فالتجربه طبعا فشلت كانه يطلع شكلها حلو، بس ما فشلتش في ان احنا ندوقها. احتمال تطلع طعمها حلو، اني شاكه بصراحه، بس هنجرب. سلايس ووتر. يا بنتي يا بنتي يا بنتي، ناخد شريحه بطيخ ونحط فيها حته جبنه. بصوا بصوا اهي، كانكم بتعملوا محشي، فاهمين؟ فهموا بس معايا، عدوا الليله عشان انا مش طايقه التجربه دي. وبعد كده حطوا نعناع، وبعد كده دبس رمان. ده شكلها مش مهم، منظرها يطلع عادل مش مهم، المهم ان انا ادوقها. ماشي؟ عظيمه والله العظيم، عظيمه. الجبنه والبطيخ طعمهم حلو مع بعض، كلنا متفقين، بس اضافه النعناع مع دبس الرمان، ايه ده؟ مش عارفه، بس طعم دبس الرمان فيه مزازه مع طعم السكر اللي في البطيخ، مع طعم الملوحه اللي في الجبنه، مع طعم النعناع المريب لوحده. اصلا طعم النعناع تحسه منعنع كده، فالميكس ده خطير. انا عجبني جدا، وبجد بجد يستحق التجربه. بعد ما خلصنا ال5 تجارب، النتيجه النهائيه بقى اللي تستفيدوا منه ايه؟ ان انتوا مش عارفه، ان انتوا مش هتعرفوا نتيجه الوصفه غير لما تجربوها. فعشان كده لو عايزين تعملوا اي وصفه، واتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي الاول، شوفوني وانا ببهدل الاول وبعاني، وبعد كده لو نجحت اعملوها، لو ما نجحتش اعملوها. بس كانت النتيجه انه ايه، انا قلت غلط. لو نجحت اعملوها، لو ما نجحتش مش تعملوها، ما تعملوهاش. النتيجه كانت 3 نقط لتيك توك ونقطتين لساندوتش الجبنه بالظبط. وبس كده، دي كانت كل تجارب النهارده. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس عايزيني اجرب ايه في الفيديوهات اللي جايه. ويا جماعه بعد كل البهدله اللي انا مريت بيها، اكيد يعني هتعملوا لايك، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس. وبس كده، همشي انا بقى عشان اروح اعمل لي سندوتش جبنه.